قلتم غفر الله لكم. مسند الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه. الحين شيء يضحك وشيء يبكي يا أخوان. اليوم الدرس قراءة تنكيت وإفادة، هذا يسمى قراءة تنكيت وإفادة، يعني بيان نكت علمية وفوائد وليس شرحا. قد شرحت هذا الكتاب في غير هذا الموضوع، موجود في النت، ونشرحه إن شاء الله تعالى في السنة القادمة، لكن ملاحظة لحال الصوت خففنا اليوم. يعني شيء يضحك وشيء يبكي. واحد يقول من السنة أن الإنسان إذا سمع صراخا أن يقوم، إذا سمع صراخ أن يقوم. كان جالس في مجموعة يتحدثون في المجلس فقام واقفا ثم جلس، فسألوه لأي شيء؟ قال سنة. قالوا كيف سنة؟ قال ما تسمعون في واحد ولد صغير يبكي داخل البيت؟ قالوا بلى. قال في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الصارخ قام. الصارخ يعني إيش؟ الديك. كان إذا سمع الديك قبل الفجر صلى الله عليه وسلم قام، وهو قرأ الحديث من راسه. قال سنة. الذي يأخذ العلم من الكتب يكون كذا، وهذا كثير في الناس. لابد أن تأخذ العلم طويلا عن العلماء. قيل للطبراني بمن نلت هذا العلم؟ قال بالجلوس 30 سنة على البواري. البواري يعني البسط، الحصير هذا الذي عندنا. قال 30 سنة على البواري. وعند أبي نعيم بسند صحيح عن مالك رحمه الله أنه قال كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه العلم. الآن يحضرون عند المشايخ 2 في دروس أسبوعية، يغابون نصها، بعدين يطلع شيخ ويتكلم في مسائل العلم ويقول نراجع كتب أهل العلم ونفهم. هذا لا يكون من أهل العلم الصحيح، وإن كان عنده معلومات كثيرة، عنده معلومات كثيرة يحفظ ويقرأ في الكتب، لكن علم صحيح مزكى طاهر يقرب من الله عز وجل يجري على طريقة السلف ما تجد عند هؤلاء. تجد عندهم شذوذات، مخالفات وانفرادات وجراءة على معارف السلف وعلوم السلف رحمهم الله تعالى. فمثل هؤلاء لا ينتفع، وهؤلاء في الشباب كثير. ولذلك الأتقى لملتمس العلم أن لا يستقل بأخذ العلم عن الشباب مهما أوتوا من العلم، يلزم الكبار وينتفع بمن دونهم، لكن لزومه يكون للكبار. وإذا سمع شيئا يستغربه من الشباب عرضه على الكبار وراجعهم فيه حتى يكون علمه صحيحا. نعم.